السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ الفئة الاقتصادية في السماعات هي أكتر فئة مطلوبة وأكتر فئة فيها اختيارات، وعشان أنا عارف إن الاختيارات كتير حبيت أعمل سلسلة مقارنات ما بين سماعات الفئة الاقتصادية، وهنبدأ النهاردة بأكتر سماعتين أنا شايفهم من وجهة نظري قيمة مقابل سعر، ولكن احنا لسه مكملين بمقارنات وريفيوهات تانية كتير، عشان كده ما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة عشان ما يفوتكش أي حاجة من اللي هتنزل. ال R50i من ساوند كور قدام الريدمي بودز 6 بلاي. على الرغم ان السماعتين دول بقالهم كتير قوي في السوق، تحديدا يعني الار 50 ومش سماعات جديده خالص، بل ونزل بعدهم سماعات كتير قوي، الا انهم لسه سماعات مطلوبه جدا وسماعات السيف زون، اللي هو لو عايز حاجه مضمونه هات لك واحده من الاثنين دول. فخلينا بقى نعرف كل الفروقات اللي موجوده ما بين السماعتين المطلوبين قوي دول، وطبعا كالعاده نبدا بخاماتهم وتصميمهم. السماعتين سواء في التصميم او الخامات فهم قريبين جدا من بعض، الاثنين بيجوا بخامات بلاستيكيه اقتصاديه بالكامل، ولكن بافضليه بسيطه لصالح الريدمي، على عكس الار 50 اللي هتحس برخص الخامات فيها قوي. بلاستيك خفيف جدا وبيبان عليه اي خربشه بمنتهى السهوله. يمكن ده بسبب اللون الاسود اللي انا مختاره، بس الحقيقه لما دورت ما لقيتش لون تاني اصلا غير اللون الاسود ده غير ان حجمها اكبر بشكل ملحوظ عن الريدمي. وبالانتقال للريدمي فهي تقريبا نفس الخامات، ولكنها في الاول وفي الاخر احسن حتى لو بنسبه بسيطه. الحجم الصغير مع نفس الوزن تقريبا بيدي لك احساس انها اقيم، ده غير ان الكيس بيتخربش ولكن مش بنفس الدرجه خالص اللي بتحصل مع الار 50. في العموم خامات الريدمي طبعا احسن، ومش هتدي لك انطباع قوي انها سماعه رخيصه او سماعه اقتصاديه زي ما الار 50 هتعمل. الكيس سواء في السماعه دي او في السماعه دي بيتفتح بنفس الطريقه، وده برضو من وجهه نظري هو احسن او اكتر شكل عملي لفتح اي كيس. بتقدر تشيل منه او تحط فيه السماعه بكل سهوله. غطا الكيس نفسه في السماعتين المفصله بتاعته قويه ومتينه، ولكن صوت الغطا وهو بيقفل في السماعه الريدمي هتحسه مكتوم اكتر، وده برضو اللي هيخليك تحس انها مش سماعه اقتصاديه قوي يعني. ولكن اول نقطه اختلاف هنشوفها النهارده هو لما تفتح الكيس، عشان هنلاقي تصميمين مختلفين تماما للسماعات. الار 50 اي بتيجي بالشكل الاعتيادي واللي متعودين عليه لاي سماعه، اما الريدمي فبتيجي بتصميم مختلف شويه، حجم اصغر وسماعه بالكامل بتدخل في الودن. وعموما السماعتين مريحين، ولكن طبعا الريدمي هتكون مريحه اكتر لو انت بتلبس السماعه لمده طويله. الار 50 اي بتيجي مقاومه للميه بمعايير اي بي اكس 5، فهتقدر تستخدمها في المطره او مع الجيم او مع وجود عرق او كل الكلام ده. اما الريدمي فبتيجي مقاومه للميه بمعايير اي بي اكس 4 بس، هتجنب انك تجيب ناحيتها اي ميه خالص اضمن. خلونا بقى دلوقتي ندخل على مرحله تانية في الحلقه، ودلوقتي هنبتدي نشوف فعلا الفروقات ما بين السماعتين، وطبعا ده معناه اننا هنتكلم عن اداء الصوت. الار 50 طبعا واحده من اكتر السماعات المميزه في جزئيه الصوت في الفئه دي، وده لانها بتلعب على المضمون. هي عارفه الشخص اللي بيشتري في الفئه دي عايز ايه وبتقدمه له، وعشان كده هتلاقي هنا سماعات بتقدم لك بيس قوي قوي مع صوت عالي جدا، ودي بالنسبه لي هي الخلطه السريه لسماعات الفئه الاقتصاديه. و90% من الاشخاص اللي بتشتري سماعات في الفئه دي بتكون هي دي الحاجات اللي بيدوروا عليها. السماعات مش هتقدم لك طبقات صوت مفيش منها ولا تفاصيل في الصوت، ولكنها هتقدم لك صوت من كتر ما هو عالي هتحس وانت بتسمع عليها حاجه ان السماعه دي فيها عزم. بيز قوي جدا جدا هيخليك مستمتع ومبسوط من الحاجه اللي انت بتسمعها. وطبعا لو انت عايز تشوف ريفيو تفصيلي عن السماعه دي هسيب لك لينك الحلقه بتاعتها في الاي اللي فوق هنا او هنا. مشكله السماعه دي مقارنه بالريدمي يعني انها مش هتقدم لك اكتر تجربه مثاليه بالنسبه للمحتوى الكلامي زي البودكاست بقى او اليوتيوب او كل الحاجات دي. البيزك منه قوي قوي، هتحس دايما ان صوت الحاجه اللي انت بتسمعه مكتوم، ولو المحتوى اللي انت مشغله هو اصلا مش هاي كواليتي هتحس انك بتفهم اللي بيتقال بصعوبه. فمن الاخر السماعه الار 50 موجهه انك تسمع عليها اغاني بس، وهتكون مبسوط جدا من التجربه دي. صوت عالي، بيز قوي، هتحس دايما انك معزول، وكل ده هيقدم لك تجربه انت هتتبسط بيها. على نقيض كل اللي احنا قلناه بقى ده هنلاقي الريدمي بودز 6 بلاي اللي هتقدم لك تجربه اهدى بكتير وموجهه لتجربه استخدام مختلف كليا عن الار 50. طبعا مش هقارن علو الصوت او قوه البيز لان مفيش مقارنه هنا اصلا، الصوت مش في اعلى درجاته، والار 50 صوتها هيكون اعلى بشكل ملحوظ. كمان البيز هنا بيز عادي خالص وما يتقارنش تماما بالبيز اللي موجود في الار 50. ولكن الميزه القويه قوي هنا هي المحتوى الكلامي، زي ما قلنا المسلسلات بقى واليوتيوب والبودكاست وكل الكلام ده، الصوت بيكون فيها واضح قوي ومفهوم اكتر بكتير من الار 50 اللي قوه البيز فيها بيخلي الصوت دايما مكتوم. السماعه موجهه اكتر وبشكل كبير للنوعيه دي من المحتوى، سماعه مريحه جدا في الودن وصغيره مش هتتعبك لو لبستها مده طويله، وتقدر تلبسها وتسمع بودكاست او تسمع درس مثلا لمده طويله من غير ما تحس بتعب. والاهم من ده انك هتكون قادر تفهم كل كلمه تتقال. ولو برضو عايز تعرف كل حاجه بالتفصيل عن السماعه دي هسيب لك لينك الريفيو بتاعها في الاي اللي فوق. ننتقل بقى مباشره دلوقتي لاداء المكالمات في السماعتين دول، واللي الصراحه ما فيهوش كلام كتير
ممكن يتقال، وده لسبب بسيط، هو ان الفروقات ما بينهم مش كبيره خالص. السماعتين هتاخد منهم تجربه مقبوله جدا طول ما انت في مكان مقفول او الدوشه اللي حواليك محدوده. كلا من السماعتين بيجوا بمايك وحيد على كل فرده، واللي هيخلوك قادر تعمل منهم مكالمات، واللي المفروض انه شيء بديهي، سماعات، مايكات، مكالمات. ولكن انا بقول كده لان في سماعات حتى وانت في مكان مقفول ما بتقدرش تعمل منها مكالمات، ولكن هنا انت هتاخد تجربه مستقره وما تتوقعش اكتر من كده. دوشه وشارع ومواصلات، لا، هتبقى تجربه مش كويسه خالص. ولو ان السماعه الريدمي تتفوق هنا شويه، وده بسبب انها تقدر تستحمل شويه دوشه خفيفه لو انت في الشارع مثلا. لكن الار 50 الموضوع كان اصعب مما تتخيل ان انا اعمل منها مكالمات في مكان مفتوح. نروح لجزئيه كمان وهي المميزات الاضافيه والابلكيشن، ونبتدي بالار 50. السماعه ما فيهاش وجع دماغ كتير، واعتقد اصلا واحده من نقط قوه السماعه دي مش نقط ضعفها ان هي ما فيهاش اوبشنز كتير. والسؤال اللي انت اكيد عايز تساله، ازاي دي ممكن تكون نقطه قوه؟ ببساطه انا شايف ان السماعه دي مصممه انك تشتريها، تلبسها، تشغل عليها محتوى وشكرا. السماعه مش محتاجه بقى انك تدخل على الابلكيشن وتقعد تقفل في حاجات وتفتح في حاجات وتوجع دماغك باي حاجه ملهاش لازمه. جزء كبير من الناس وانا واحد منهم بحب العمليه اكتر من الرفاهيه، ولذلك هنلاقي شويه حاجات خفيفه خالص في السماعه دي، زي مثلا ميزه البيز اب، واللي لما تشغلها مش هتحس باي فرق خالص. كده كده البيز في اعلى درجاته اصلا، ولو انت عايز بيز اقوى من كده فالحل الوحيد انك تروح بقى تشتري لك صب وتلزق السماعات في ودنك في جيم مود، واللي برده مش هيفرق في اي حاجه خالص. سماعه كده كده ولا هي سماعه احترافيه ولا هي موجهه اصلا للالعاب، ولكنك هتقدر تستخدمها وتلعب بيها عادي. الديلي فيها مش شيء مزعج قوي يعني، الا بقى لو حضرتك ستريمر وعايز حاجه زيرو ليتنسي. سماعه بتقدر تتحكم فيها عن طريق اللمس، وعندك لحد لمستين تكستمهم انت بقى على مزاجك. استجابه السماعه للمس لذيذه، مش هتقابلك معاها اي مشكله. كمان في ميزه الفايند ماي ديفايس، واللي هتخليك تقدر لو في فرده سماعه ضايعه منك مثلا انها تطلع زي صفاره كده عشان تقدر تلاحظها وتلاقيها. ميزه عمليه الصراحه، واستخدمتها اكتر من مره وكانت مفيده. وبالانتقال للسماعه الريدمي فهنلاقي فيها نفس هذه الميزه، وكمان هنلاقي فيها اوبشن حلو قوي اسمه اوديو افكتس. وهنا بقى ودي من المرات القليله اللي بقول فيها الكلام ده، ان دي ميزه فعلا مفيده وممكن تستخدمها. عندك كذا افكت زي انهانس بيز او انهانس تريبل، واللي كلهم هيغيروا شكل الصوت اللي انت بتسمعه فعلا، واحيانا هتبقى محتاجها وانت بتسمع محتوى معين. هتقول لي في حاجه تانية، هقول لك لا، احنا كده خلصنا كل المميزات اللي موجوده في السماعتين. هتبقى بس الطريقه اللي انت بتتفاعل بيها مع السماعه، واللي هي نفس الطريقه اللي بتتفاعل بيها مع السماعه الار 50، وهي اللمس. بس الفرق هنا ان عندك لحد 3 لمسات مش لمستين بس. كمان حسيت السماعه هنا لللمس اتقل شويه، ده غير ان السماعه صغيره وبتدخل كلها جوه الود، فهتقابلك شويه صعوبه في الاول كده انك تدي اوردر للسماعه دي. سماعتين فعلا محدودين الاوبشنز بشكل كبير، ولو انت من نوعيه الاشخاص اللي زي حالاتي كده ما بيحبوش وجع الدماغ، فالسماعتين دول الصراحه مريحين جدا في النقطه دي. نوصل بقى لاخر نقطه معانا وهي البطاريه، وانا هنا هختصر عليك واريحك من اي حيره في النقطه دي، وهقول لك بكل بساطه ان مفيش مقارنه ما بين السماعه الار 50 واي سماعه تانية سواء في الفئه دي او في فئات اعلى من كده. كمان السماعه دي انا فعلا بنسى اشحنها، بنسى انا اخر مره شحنتها كانت امتى اصلا. ومش معنى كلامي ان السماعه الريدمي ادائها في نقطه البطاريه دي وحش، بل بالعكس، ولكن السماعه الار 50 هي اللي بتقدم اداء استثنائي قوي في نقطه البطاريه دي. في العموم الريدمي تقدر تقعد معاك لحد اسبوع او اقل من كده، حاجه بسيطه لو انت استخدامك متوسط، واللي هو شيء منطقي جدا ومعقول بدرجه كبيره. بالنسبه للار 50 فتقريبا ساوند كور عاملين جايزه للي يقدر يخلص بطاريه السماعه دي في اقل من اسبوع. واخيرا السماعتين الحلوين دول متوفرين في رينج اسعار من 600 ل 700 جنيه، والاختيار ليك انت. السماعتين بيقدموا تجربتين مختلفين كليا، وكل واحد طبعا هيختار على حسب استخدامه. لو الحلقه دي عجبتك واستفدت منها باي شكل من الاشكال، ارجوك انزل اعمل سبسكرايب للشانل، لايك للحلقه، وسلام.